تعرف ان في فيتامينات كتير مهمة لصحتك وانت مش بتفكر فيها، زي فيتامين كي؟ الفيتامين ده ليه دور مهم جدا في تجلط الدم والحفاظ على صحة الدم. لكن ايه اللي بيحصل لما فيتامين كي بينقص في جسمنا؟ نقص فيتامين كي ممكن يظهر من خلال حاجات كتير. اول حاجة سهولة النزيف حتى مع الاصابات الصغيرة. تاني حاجة ظهور الكدمات بشكل متكرر ومن غير سبب واضح. تالت حاجة نزيف الانف المتكرر. ورابع حاجة بطء في التئام الجروح. وخامس حاجة ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور. تعالوا بقى نعالج نقص فيتامين كي بطرق طبيعية. أول حاجة الأكلات الغنية بفيتامين كي، الخضروات الورقية زي الجرجير والبقدونس والكرنب والسبانخ والبروكلي. وتاني حاجة الدهون الصحية، لأن فيتامين كي بيقدر يدوب في الدهون، فانت تقدر تاكله من خلال أكلك لزيت الزيتون أو المكسرات. وتالت حاجة تعزيز صحة الأمعاء. النظام الغذائي الغني بالألياف زي الزبادي بيدعم البكتيريا الأمعاء المفيدة، ودي بتنتج فيتامين كي. فيتامين كي ممكن يكون صغير بس ليه دور كبير في صحتك. اهتم بتغذيتك وامنح جسمك اللي يحتاجه علشان يبقى قوي وصحي.